صباحكم فل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، بس المرة دي بجد وحشيني جدا 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 اكتر من اي وقت وحشتوني فيه. وحشتوني عشان بجد انتوا طلعتوا احسن ناس فعلا، والله العظيم طلعتوا احسن ناس بجد، احسن ناس انا عرفتها في حياتي واحسن ناس، يعني يا رب كده ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. الناس اللي فضلت ورايا كتير وقعدت تقنع فيا ان انا ما اقفلش القناة، وقعدوا يقولوا لي كلام كده تشجيعي حلو، بجد والله مش عارفه اقول لكم ايه. يعني لو قعدت اشكر فيكم كده من هنا لغايه سنين جايه كتير كده، بجد والله مش هوفيكم حقكم. متشكره جدا 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 على كميه الرسائل والكومنتات على الخاص كمان، عشان تقولوا لي ان انا ما اقفلش القناه واكمل، وان انتوا هتدعموني. بجد متشكره قوي ليكم، انا فعلا كنت محتاجه اسمع الكلام الحلو ده منكم، وعلشان كده انا اتشجعت ان انا اعمل الفيديو ده وانزله لكم. بس يا زيزو، بس حتى زيزو فرحان بقاله كتير ما طلعش معايا في الفيديوهات وانا بسجل. شايفين فرحان والله. بجد انتوا ناس حلوين قوي. تعالوا نبتدي الفيديو مع بعض عشان ما بقاش رغايه، وانتوا عارفين كالعاده ان انا بعشق الرغي زي عينيا، ولو قعدت ارغي معاكم مش هبطل رغي. تعالوا نبتدي معاكم الفيديو الحلو بتاعنا دوت ونشوف احنا عملنا ايه النهارده. انا طبعا النهارده الجمعه، انا بعشق يوم الجمعه ده بجد. ليه بقى؟ بقوم الصبح كده احب اسمع الصلاه، واحد يفتح الشبابيك، الشمس تدخل البيت كده من كل ناحيه، نطلع بقى الطاقه السلبيه بقى والحاجات اللي بتبقى مخلينا طول الاسبوع مكتئبين كده، ونبخر كده البيت والدنيا تبقى حلوه. النهارده بقى بصراحه صحيت بدري، ما كانش عندي شغل، صحيت الساعه 8 الصبح، خدت بعضي ونزلت بقى، وزيزو نايم واخواته الجمال نايمين، ونزلت كده. بصراحه كان نفسي اعمل يعني شويه حاجات في البيت، كان نفسي اخلي الحاجات كده واعمل مربى والكلام ده، فنزلت قلت انزل بقى اشتري كده الخضار وهو لسه صابح الصبح. بصراحه رحت جبت كده جزر وفلفل، وجبت بتنجان رومي وخيار. يعني هي الحاجات الاسعار حلوه مش وحشه، بس الخيار اللي كان غالي شويه، يعني كان الكيلو ب 13 جنيه، لكن الجزر بصراحه الكيلو وربع كان ب10. البتنجان برضو اللي هو الرومي ده الكيلو وربع ب10. برضو الفلفل الكيلو ونص كان ب10. انا كنت مستغربه اصلا ان الفلفل رخيص كده بصراحه، بس كان حلو. او يمكن الست عشان متعوده ان انا باخد منها فحبت ترخص لي الخضار شويه، مش عارفه. بس بصراحه الحاجات كانت حلوه وكمان كانت طازه، يعني يا بخت الناس اللي عندها وقت ان هي تشتري خضارها بدري كده. بجد والله انا مشكلتي ان انا بصحى بدري اروح الشغل، فلما برجع بعد الساعه 2، فاللي هو يعني انا بجيب بواقي السوق. بس بجد النهارده الحاجه حلوه. طبعا الجزر زي ما انتم شايفين انا بغسله كده ليه؟ علشان انا هعمله مربى جزر، وان شاء الله هعمل لكم فيديو في التفاصيل بالظبط ازاي بعمل مربى الجزر. انا مسكته غسلته كده وبشرته كويس بالمبشره، وحطيته كده زي ما انتم شايفين في صينيه، وهحط عليه سكر وهسيبه كده على جنب. ان شاء الله زي ما قلت لكم هنزل لكم فيديو بقى مخصوص لمربى الجزر، عشان اقول لكم فيه ازاي بعمل مربى الجزر، يعني ازاي بعملها، يعني بعد ما بحط السكر كده بعمل لها ايه، وايه الحاجات اللي بضيفها عليه. بجد بتبقى حلوه واحسن من المحلات بكتير، يعني احسن ما تروحي تشتري برطمان مربى والكلام ده. بس يا زوزة الله. زوزة بيمسي عليكم والله. حتى زين يا عيني تقريبا كان عنده طاقة سلبية زي حالتي وكئيب كده، ابتدى يفوق يعني. ايوه هو بيشكركم يا جماعه بلغته، هو بيحب يشكركم ويقول لكم متشكرين على الدعم اللي انتوا ادعمتوه لنا في الفيديو اللي فات. هنا بقى كمان زي ما انتوا شايفين الخيار، ما تتريقوش عليا عشان انا عارفه ان في ناس كده معينه هتقول لي ايه ده يا انجيل الخيار اللي انت جايباه تقوي خيار؟ لا والله انا جايباه علشان انا عايزه اخلله، رغم ان هو غالي الكيلو ب 13 جنيه بحالهم، بس انا بحب اخلل الخيار ده في البيت، فانا بحب اجيبه صغير عشان انا مش بحب اقطع الخيار في التخليل عشان ما يشربش ميه كتير. بمسكه كده زي ما انتوا شايفين اغسله كويس قوي، ومش بقطعه ولا حاجه، يعني حتى مش بقطع الحتت اللي هي الحروف دي، لا انا بغسله بس كويس كده. وبعد ما بغسله يعني بحطه بقى ببطرمانات، زي ما انت شايفه انا عندي بطرمانين كده صغننين بحب اخلل فيهم، مش بحب اعمل كميات، يعني عشان ممكن حد يقول لي ليه يا انجي ما بتجيبيش مثلا كيلو 2 كيلو، تجيبي 2 كيلو او 3 كيلو يعني تعمليهم. لا بصوا الخيار بحس ان هو لما بيقعد فتره كبيره بيشرب ميه وبيطرى ما بيبقاش حلو، فانا بحب اجيب كيلو مثلا كيلو ونص يا دوبك، بس ايه يعني اخللهم كده. يعني عايزه اقول لكم الشويه اللي انا جايباهم دول والله الست وزنهم لي ب 15 جنيه، كتر خيرها يعني.
طبعا احنا كنا بشرين الجزر، فكان باقي عندي حته الجزر دي ما بحبش ابشره الاخر، بخاف على ايدي لما ابشرها تبوظ لي ايديا او تعورني يعني، فما رضيتش ارميهم بصراحه. جبت بقى البطرمانين الجمال دول، وقفت الخيار بتاعي، احنا جايبينه بقى صغنن وحلو كده، وحطيت مع كل بطرمان قرن فلفل اخضر. على فكره لو ما عندكيش قرن فلفل اخضر ممكن تزودي مع الميه والكمون اللي انا بحطهم دول شطه حمراء عادي يعني، لو ما عندكيش فلفل اخضر او لونه اللي هو الاحمر الحامي ده. انا جبت بقى حطيتهم في البطرمان، وحطيت بواقي الجزر زي ما انتوا شفتوا، وفي كل بطرمان قرن فلفل اخضر. وجبت بقى ميه وحطيت عليها ملح، وحطيت خل وكمون وشويه كزبره ناشفه. بس دي التتبيله يعني اللي انا بعملها للمخلل. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه قوي. الملح طبعا ده بصي اختياري، لان في ناس بتحب المخلل يبقى حادق قوي، وفي ناس بتحبه دلع، وفي ناس بتحبه بين البنين، فانت حطي ملحك على حسب انت ما بتحبيه. هنا بقى الزيت اللي انا بحطه على الوش ده فايدته ايه بقى يا بنات يا حلوين انتوا؟ اولا بيحافظ على المخلل ان هو ما يربيش اللي هو البتاع الابيض ده، يعني ما يعفنش يعني، وبيحافظ عليه وقت طويل. وكمان لما بتطلعي الخيارية كده من البطرمان بتلاقيها بتلمع كده وجميل. بس انا عايزه اقول لكم الشويه دول يعني البطرمانين دول بيقعدوا معايا كده مثلا نقولي 10 ايام ولا حاجه، ما بحتاجش ان انا اشتري مخلل من بره، وبصراحه حلو انا بحبه يعني، انا وجوزي بنحبه بصراحه. بس هنا بقى ايه، قلت بقى نعمل فطار، لان طبعا كنا خلاص بقى كده عبال ما نزلت السوق وجيت وروقت الشقه بقى وفتحت الشبابيك وحطيت دوره غسيل. طبعا انا ما صورتش كل الكلام دوت صورت لكم الحاجات بس اللي انا كنت عايزه يعني اصورها لكم يا اولادي يا حلوين. قلت بقى نفطر. احنا هنفطر ايه بقى؟ بتعك في ايه يا بنتي يا انجي؟ تعالى اقول لكم انا بعك في ايه. انا بجيب بقى بصلايه كده اقطعها، واقطع عليها فلفل اخضر وفلفل حامي لو انت حابه تبقى حراقه، واقطع قوطه مكعبات كده، وكسرت عليهم بقى 5 بيضات، وحطيت بقى التوابل بتاعتي بقى كمون وفلفل اسود وملح، وهعمل بيهم بقى الفطار الجميل. شايفيني وانا ببخر يا اولاد؟ طلعنا من المطبخ فجاه كده مبخر. طبعا انا زي ما قلت لكم كنت بقى مروقه الشقه وفاتحه الشبابيك والكلام ده. قلت بقى النهارده الجمعه الصلاه بقى كانت شغاله، قلت ابخر بقى بالمره. حطيت بقى حته الفحم كده وحطيتها في البتاع المبخره دي، وحطيت عليها البخور وسبتها بقى في السر. طبعا كنت بقى ايه بعمل الفطار بتاعنا. بعد ما حطيت البيض على القوطه والحاجات اللي انتوا شفتوها دي، بجيب بقى العيش البلدي بتاعي العادي، وبفتح العيش وبحط الحاجه فيه كلها نيه كده، يعني زي ما انتوا شفتوا الخلطه اللي انا عملتها دي بحطها في رغيف العيش. واجيب بقى طاسه على النار واحط ادهنها زيت الطاسه، واحط بقى في الرغيف واقلبه بقى على الجنبين كده، ياخد وش من هنا ومن هنا، واتاكد ان هو من جوه البيض استوى. بيعمل قرص كده، قرص بيض ببصل، بس الولاد بيحبوه يعني، بيبقى طعمه حلو قوي. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده الفطار، كوبايتين شاي كده عنب حلوين. بجد انا عامله الفيديو ده النهارده وانا مبسوطه عشان الناس اللي دعمتني وقالت لي كملي، وان شاء الله انا هكمل بيكم، وقناتي ان شاء الله مش هتعلى غير بيكم. حابه اشكركم تاني واقول لكم مع السلامه يا حلوين، واقابلكم ان شاء الله في فيديوهات احسن وفيديوهات جايه كتير. مع السلامه.